ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الدليل الكامل لركوب المواصلات العامة في مصر. الموضوع كبير يا جماعة، موضوع كبير قوي. انتوا ما تفكروش ان هو فيديو بالساهل كده يتعمل، ده لازم حد يكون يعني قضى صولات وجولات في المواصلات العامة عشان يطلع لكم فيديو زي ده. آه، كلمة بقى للولاد الحقيقة، يعني ما تستسكوش وتلاقوا عربية فاضية. ادخل عربية ابص الاقي كل ولد قاعد لي جنب الشباك. ضربت لي الاربع كراسي، اللي ورا السواق ضربته، كل ولد بقى قاعد له جنب الشباك بالذات في الحر. ومطلوب بقى ايه؟ ان انا اخش اقعد جنب واحد فيهم. طب يعني استسكى، اعمل حساب ان اختك او مامتك يعني هتركب، وما ترضاش ان هي تركب جنب ولد. وما تقوليش بقى دي مواصلات عامه، ما انا عارفه انها زفت النيله مواصلات عامه، بس يعني طالما الدنيا حلوه ومش زحمه وكده، يعني راعي برضو انه حياء البنات وان هما بيتكسفوا كده. ما تجبرهمش انهم يقعدوا جنب الولاد يعني في المواصلات. فما تضربولناش والنبي الاربع كراسي مع بعض وسيبوا لنا كرسي يبقى كله بنات. خدي بالك من الحركات القرعه بتاعت الركاب دي، اللي هو تبقى انتوا قاعدين في كرسي واحد، تدك الاجره، اللي هو ايه، دبست انت بقى في لم الاجره. خلاص انت اتشفتي من على الميكروباص كله ان انت اللي بتلم الاجره، فكل اللي في الاجره هتجيلك وهتضطر ان انت تلم الاجره. فلو اللي جنبك بنت، انا بقول لها لا يا حبيبتي معلش، احنا على كرسي واحد والاجره تطلع قدام. ما مش هاخدها في جيبي انا، يعني مش انا السواق والله عشان اخدها منك. فلان انت لو اديتها لي انا هرميها في وشك. مش عايزه تلمي ما تلميش، بس ما تستسكيش عليا وتعملي نصحه وتديني الاجره لمها. اما بقى لو كان اللي جنبك بقى ولد وهو اللي اداك الاجره، قولي له هات يا ناديه، هات يا ناديه لم انا الاجره واقعد انت ساكت. انا بكلم البنات، عايزاكي كده تحطي كرامتك على جنب وتحطي انوثتك على جنب كمان، لان في المواصلات العامه كلنا بنبقى رجاله. يعني ايه كلنا بنبقى رجاله؟ يعني هو اللي قدامك مش هيراعي ان انت بنت وهيركبك. لا، هو هركب نفسي ثم نفسي يعني. لا تعولي كثيرا على النقطة دي، ويعني عايزاكي كده ايه تستقبلي اللي انت داخله عليه بصدر رحب. لو انت طالب، لو انت موظف او حتى مواطن عادي لازم نازل يعني تقضي مشوار، مهم جدا الفيديو ده وانت هتركب المواصلات العامة. ده عصارة خبرة السنين بقى في المواصلات العامة، والحقيقة انا كتبت كذا كده كذا حاجة. وان شاء الله ما ننساش حاجه. وبرده اللي يفوتني برضو ايه، الحقوني كده اول باول في التعليقات. من اول ما بتخش الموقف، انت من اول ما بتخش الموقف اعتبروا نفسكم دخلتوا الجيش. في نظام متبع، كلنا هنمشي عليه برضانا او غصب عننا. ايه بقى النظام ده؟ انت بتخش الموقف، لكل عربيه ليها دور في التحميل. فرضا انا من كفر الزيات، فانا داخله عربيه، انت تخش الموقف، اول ما تخش كده بسم الله الرحمن الرحيم، في راجل كده بتاع الكارته، راجل محترم كده بيبقى كباره كبير الموقف يعني. بتخشي بتسالي ها يا جماعه، فين العربيه اللي بتحمل كفر الزيات؟ فلو الدنيا هاديه وحلوه، وانا هتكلم في الاول في الهدوء، وبعدين هتكلم لما تبقى الدنيا زحمه ومفيش مواصلات. فلو الدنيا حلوه وجميله هيقولك العربيه هي اتفضلي. وما تستغربيش ان انت ممكن تمشي الموقف كله لغايه الاخر عشان تركبي العربيه اللي عليها الدور، مع ان في قدام عربيات فاضيه. بس هو زي ما قلت لك، هو دور. العربيه اللي بتدخل بتاخد رقم وبتاخد دور وبتقف. انت حظك بقى، السواق بقى عايز يقف قدام، عايز يقف ورا، مش مهم يقف فين، المهم ما يحملش غير في الدور بتاعه. فانت ما تساليش، ما تستغربيش قوي كده، واعملي حسابك ان انت داخله ماراثون يعني. البسي كده جزمه ارضي، وخشي الموقف، وشوفي بقى العربيه اللي انت هتركبيها دي محذوفه في انهي داهيه. احنا لسه كل ده في مرحله ركوب العربيه، لسه انت رايحه تركبي والدنيا حلوه وجميله ومفيش زحمه. احذري من القادمون من الخلف، احذري القادمون من الخلف. ليه بقى؟ لان في واحده او واحد الحقيقه طلبت في دماغه ان هو يعديكي، لا انا لازم اوصل قبلها للعربيه، هي هتركب قبلي ولا ايه؟ فممكن تاخدي كتف كده، ممكن تاخدي زقه كده. فانت قدامك حل من الاثنين، يا اما تقفي تتخانقي على الموقف بقى واعملي حسابك برستيجك هيتبعتر، يا اما زي الشطره كده تسكتي خالص وتفضلي. وطالما في عربيات بس تبقى انت اخر واحده هتركب العربيه، فجاه تلاقي واحده راحت مدياكي كتف وركبت وترحلك انت على العربيه اللي بعدها. فدي نقطه مهمه جدا يعني. امني نفسك من ورا وانت داخله الموقف. ندخل بقى على المرحله بتاعه ازاي نختار الكرسي اللي هنقعد فيه. طبعا لو العربيه اتملت فانت يعني ما قدامكيش غير انك تقعدي في الكرسي المتاح. لكن انا بتكلم لو عندك لو في اختيار يعني ان انت تختاري الكرسي اللي هتقعدي عليه. بص، احسن مكان وامن مكان واظرف مكان ممكن تركبي فيه هو الكرسيين اللي جنب السواق، بس بشرط تاخدي الكرسيين.
انا بكلم البنات دلوقتي عشان يبقوا قاعدين براحتهم محدش يضايقهم. فهو الكرسي اللي جنب السواق تاخدي الكرسيين وتقعدي انت على الطرف، على طرف الشباك، تقعدي بقى هانم بقى انت، ما اللي ينزل ينزل، انت مالكيش دعوه. لانه اللي ما يعرفش الميكروباصات بتبقى 1 2 3، بتبقى 4 كراسي، واول 3 كراسي من ناحيه الباب بتبقى قلاب يعني بتتني وتعدي، بتتني وتتقلب كده علشان اللي جاي من ورا، اللي نازل من ورا يعرف يعدي. المهم احسن مكان هو المكان اللي جنب السواق دوت. لما يبقى معاك فلوس كده وربنا كرمك وتقدري تدفعي كرسيين، ده الفي اي بي بتاع العربيه. طيب مفيش امكانيه ان انت تاخدي الكرسيين ويا دوب المصروف على القد. بصي بقى حبيبتي، كراسه كده، لا ثواني، كشكول كده معاكي، زي اللي هو يبقى كده كشكول حلو محترم يعني، يبقى معاكي كبير كده خلاص، ويبقى في ايدك وتخشي العربيه. هتنقي اللي جنب الشباك، الكراسي اللي جنب الشباك. لو انت بتبصي ان انت مش عايزه حد يقومك، فاللي بيقعد جنب الشباك ده محدش بيقومه وهو نازل، مفيش مجال ان حد يقومه وهو نازل، بتبقى الدنيا سالكه. فيبقى الكراسي اللي جنب الشباك لو انت بتدوري من انت مش عايزه تنزلي. ولو راكب جنبك ولد، حطي جنبك الكشكول دوت يعني حائل علشان ما يضايقش. هنتكلم في النقطه دي قدام. المهم وانت بتدوري كده على مكان، على بلاطه كده من يعني امان من التحرش، حبيبتي، يبقى عندك يا اما الكرسي زي ما قلت اللي جنب السواق قدام بتاخدي كرسيين. لو هتقعدي ورا وتاخدي كرسي واحد هيبقى ال3 كراسي اللي القلاب، اللي هم بيبقوا جنب الباب بتاع الميكروباص اللي بيفتح، القلاب اللي هو بيتني علشان الناس تعدي ده. ليه؟ لان انت تقريبا بيبقى كرسي مستقل كده يعني، ما هوش كنبه مثلا زي اللي جوه. فلو مش هيفرق اللي هيقعد جنبك ولد ولا بنت، لان في مساحه، بيبقى في مساحه امان ما بينك وما بين اللي جنبك، من غير انت ما تضطري تحطي كشكول ولا اي حاجه. فلو انت بتدوري على راحتك خشي جنب الشباك. لو انت بتدوري ان محدش يضايقك من الولاد يعني اثناء المطبات وكده، يبقى انت هتاخدي واحده من ال3 كراسي القلاب اللي جنب الباب. لو مسكنا بقى فنطنا كده الكراسي بتاعه الميكروباص، ابعدي عن الكرسي اللي في النص في العربيه من ورا. يعني احنا خلاص في الكابينه بتاعه السواق والكرسيين اللي جنبه، وفي اللي ورا الجزء بقى اللي ورا اللي بيبقى فيه 12 راكب، لان الميكروباص 14، ال 12 اللي ورا بقى احذري الكرسي اللي في النص اللي ورا السواق. ليه؟ لانك هتلم الاجره، يبقى انت كده تبع العربيه خلاص 100%. انت اللي هتاخدي الاجره وانت اللي هتحاسبي وانت اللي هتاخدي الباقي. ولو في حد باقي له حاجه هتبقى في رقبتك انت، وانت اللي لازم ترجعي للناس الفلوس اللي باقيه لها، وتعدي الفلوس اللي واصله لك وليله يعني. فانت لو مش عايزه تخشي في القصه دي، ابعدي عن الكرسي اللي في النص اللي بيبقى ورا السواق على طول في اول كنبه. وبرده من النصايح المهمه جدا ان انت بلاش الكرسي اللي جنب السواق، سوري، الكرسي اللي ورا السواق على طول. ليه؟ لانه بيبقى ضيق، فانت لو طويله او تخينه لا مش هتبقي مرتاحه ورجلك هتتكسر حتى لو مشوار ربع ساعه. فهو بيبقى ضيق قوي يعني، ضيق يعني. فبلاش برضو الكرسي اللي ورا السواق على طول. كمان ساعات السواق بيبقى مرجع الكرسي اللي ورا، فاللي هو يعني هتبقى من كله، فمش هينفع الكرسي اللي ورا السواق ده، لانه طبعا حطي في اعتبارك ان ال3 كراسي القلاب ده بقى من عيوبها. هتبقي انت بقى ايه، طبعا اللي نازل من ورا كده ولا كده هينزلك، فانت عامله حسابك ان انت هتتفرهدي في الطلوع والنزول لو انت ركبت على الكرسي القلاب ده وفي حد حب ينزل في السكه. فدي برضو نقطه مهمه جدا، خدي بالك منها. الكرسي الاخير بقى خالص في الميكروباص، شوفي عادي جدا لما تخشي وتلاقي حد راح قاعد لك كده في الركن جنب الشباك، وينزح لك كده شويه عشان تخشي انت جوه خالص، فاهمين؟ طب يا عم خش انت عشان تبقى الدنيا سالكه. لا، ازاي؟ لازم نأنفد ونكعور كده ونتعب بعض واحنا داخلين اخر كرسي. الكرسي الاخير ده ما تخشهوش الا لو في بنت واحده على الاقل قاعده فيه. ليه؟ لان انت هتبصي تلاقي نفسك مزنوقه في الركن، يا اما هنا يا اما هنا، لو دخل 2 ولاد، وطبعا هتبقي قاعده مكعمشه وقاعده حالتك بالبلا، علشان يبقى في مساحه تاخدي فيها راحتك وهم كمان ياخدوا راحتهم. ده على فرض ان ما فيهمش متحرك. بقى كده الكرسيين اللي في النص
احنا خلصنا اول كرسي اللي ورا السواق واخر كرسي خالص. الكرسيين احنا طبعا قلت لك ان الكرسيين القلاب ايه مميزاتهم وايه عيوبهم. الكرسيين اللي جنبهم بقى لو انت قاعده جنب الشباك طبعا ضمنتي، لو جه قاعد جنبك بنت يبقى انت كده ضمنتي ركوبه ما فيهاش قلق. لو جه قاعد جنبك ولد كشكولك الحلو بقى او شنطتك، حتى يا ستي بلاش كشكولك، الشنطه حطيها حائل بينك وبينه، لان اللي بيستعبطوا كتير انتوا فاهميني طبعا. وقال لك مثلا ليه بتعملي كده، هو احنا اخوات ما فيش حاجه يعني، يقول له ده عشانك مش عشاني، هاتيها كده يعني. قال احذري ثم احذري ثم احذري انك تقعدي جنب حد راكب جلابيه. ليه؟ لان تخيلي معايا كده لو هو حب يرد على الموبايل او يدفع الاجره، يطلع الاجره من جيبه، فهو مش هيطلعها عادي كده، لا ده هيطلعها ويفرد بطريقه النجمه، هتلاقي كل ايد في حته، وطبعا يعني ايده ممكن تخبط فيكي، ايه ده انا بطلع الاجره، فهيزاولك بقى طول السكه يعني. على فكره انا اهلي بيلبسوا جلاليب، انا مش خواجيه، بس انا بقول لك علشانك انت، للي انت هتشوفيه. فالجلاليب دي على راسي من فوق، بس خليهم يعني الرجاله جنب بعض امان احسن. ابعدي برضو عن الكرسي اللي جنب السواق على طول، لانه طبعا العربيات كلها يدوي والفتيس هيبقى جنبك على طول، فهو طبعا شغال بالفتيس طول الطريق، فممكن يضايقك طبعا انت فاهماني، فابعدي عن الكرسي اللي جنب السواق ده قطعا. اتكلمت على هو في مرحله ان في مواصلات، المواصلات حلوه، المواصلات جميله ما فيش زحمه. طب لو في زحمه بقى، لو في زحمه، هي جمله واحده وكلمه واحده بس، لو لحقتي اركبي. شكرا واشوفكم في فيديو جديد.